افترض معي لو انه لوكا مودريتش ما انتقل من توتنهام لريال مدريد سنة 2012، كان راح يضل يلعب بالدوري الانجليزي مع توتنهام برفقة هاري كين وسون وعدة لاعبين، لكن اللي صار قلب وسط ريال مدريد الاسطوري. البي بي سي ما كان راح يكون مثالي، وسط ريال مدريد ما كان راح يكون بنفس القوة، الالقاب الاوروبية يمكن كلها ما كانت تكون موجودة، يعني التمريرة الحاسمة اللي صنعت هدف الفوز ضد اتلتيكو بنهائي الابطال والثنائية مع توني كروس يمكن ما كانت تصير. مودريتش نفسه يمكن فاز بالدوري الإنجليزي، بس الكرة الذهبية كانت رح تكون صعبة عليه بدون ريال مدريد. الألقاب الأوروبية أكيد رح تكون أقل، وربما التاريخ كان رح يكتب اسمه كموهبة ضائعة بدل أسطورة ريال مدريد. بس لوكا مودريتش انتقل لريال مدريد وصار صانع وقائد المجد الأوروبي، وخلى التاريخ يحكي باسمه كأول لاعب كرواتي بيوصل لذروة مستواه بين الأندية الأوروبية. رغم أنه العرب شبهوه لفيروز، بس فيروز ضيعت شادي ومودريتش لا ريال مدريد.